مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. النهاردة بقى عاملين لكم حلقة كده من جنب البحر، فاعذروني لو صوت الهواء قوي. مدينة بصراحة من أحلى وأروع المدن اللي موجودة في ولاية كاليفورنيا في أمريكا. بتتميز بأن الشاطئ بتاعها بصراحة جميل جدا جدا جدا، والجو فيها سواء في الصيف أو في الشتاء ما بيبقاش ولا حر ولا برد. فمدينة جميلة، بنصح كل الناس حتى اللي عايشة في أمريكا او اللي بتزور امريكا ان هي تزور المدينه دي. نروح على طول لاخبار النادي الاهلي. وسريعا كده بقى، النادي الاهلي قرر الحفاظ على وسام ابو علي، وان هم يرضوه زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، ويعلوا له العقد بتاعه ويجيبوا له عقود اعلانيه علشان يفضل في النادي الاهلي ويكمل مع النادي الاهلي. نروح بقى على طول على مين البديل، واسامه فيصل ولا محمد شريف البديل المصري؟ لان النادي الاهلي والمدير الفني على فكره في مشكله ان هو مش مقتنع بجراديا شار كانه مهاجم صريح، وبيقول ان هو ممكن يلعب تحت المهاجم او ممكن يلعب على الاطراف. فعلشان كده هم عايزين يجيبوا مهاجم مصري، اما اسامه فيصل او محمد شريف. زي ما قلت لكم رئيس البنك الاهلي بيضغط على اسامه فيصل عشان يروح الزمالك، ولكن الاهلي لسه مصر على التعاقد معاه، ولكن مش عايزين يخشوا المزاد بالطريقه دي اللي رئيس البنك الاهلي عايزها، علشان ما يقعدش يغالي على النادي الاهلي ويطلب طلبات ماليه خياليه علشان يسيب اسامه فيصل للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي واخد الموضوع بالراحه وبهدوء، ولكن في نفس الوقت هو فاتح خط مع محمد شريف علشان خاطر يرجعه تاني النادي الاهلي، لان عارفين ان محمد شريف دلوقتي فري وممكن يمضي مع اي فريق. الزمالك كان بيفاوضه، بيراميدز بيفاوضه، لكن محمد شريف بصراحه يعني يشكر على اللي هو عامله لحد دلوقتي، ان تقدم له عروض خياليه وما زال في الدوري المصري طبعا، وما زال لحد دلوقتي مستني كلمه النادي الاهلي الاخيره علشان يبقى عمل اللي عليه. انا بشوف حتى لو الاهلي ما تعاقدش مع محمد شريف، وان محمد شريف راح اي فريق تاني، يبقى محمد شريف بصراحه عمل اللي عليه وزياده. استنى النادي الاهلي، مرضاش يمضي مع انديه تانيه بتفاوضه بتقدم له عروض ماليه خياليه، ومستني كلمه النادي الاهلي الاخيره. فانا بشكر محمد شريف طبعا على الطريقه اللي بيتعامل فيها مع النادي الاهلي. ولو ما فيش نصيب والمدير الفني شايف ان محمد شريف مش هو المهاجم المصري اللي يدعم خط هجوم النادي الاهلي، برضو ان محمد شريف خلاص هو كده عمل اللي عليه، ويكون نصيبه بقى في اي مكان تاني هو يختاره، حتى لو راح الزمالك او بيراميدز. في الحاله دي يكون هو الاهلي اللي قال له احنا مش عايزينه. نروح على طول زي ما بقول لك خط الدفاع. كل الناس بتسأل على خط الدفاع لان شفنا المشاكل الكبيره اللي كانت في النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، خصوصا في خط الدفاع. فالنادي الاهلي لسه عايز طبعا احمد عيد، ولسه بيفاوض يعني كذا مدافع عشان يبقوا موجودين مع ياسر ابراهيم واشرف داري. بالرغم ان مفيش اقتناع مليون في المية باشرف داري، لكن في اصوات في الاداره بتقول ان احنا لازم نديله سنه كمان علشان نقدر نحكم عليه حكم نهائي. فزي ما بقول لك احمد عيد بنسبه كبيره خلاص في الاهلي، ولكن موضوع ان المصري عايز الصفقه تتم بشكل رسمي هو ده اللي معطل الدنيا شويه. وايضا محمد شكري خلاص يعتبر اعتبره في النادي الاهلي خلاص، لان سيراميكا ما بيأخرش حاجه عن النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ساعد سيراميكا كتير جدا جدا جدا. هيحصل فيه صفقه تبادليه، كريم نيدفيد احتمال يروح في الصفقه، في لعيبه كمان معروضه في صفقه اسامه فيصل، ممكن يكونوا عمر كمال عبد الواحد واحد منهم، ولكن علي ماهر عايز عمر كمال عبد الواحد يكون في صفقه محمد شكري اللي هتكون ما بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا. فزي ما بقول لك الاخبار كل يوم في جديد، كل يوم في احداث جديده، ولكن احنا بنحاول نجيب لكم الخبر يعني يوم بيومه، ومن جوه النادي الاهلي ومن جوه حتى الانديه الثانيه، علشان نعرف نجيب لكم كل جديد. نادي الزمالك بقى خلاص قرب طبعا يعلن المدير الفني بتاعه اللي بنسبه كبيره فيريرا اللي سمعنا عنه بلجيكي، وكمان في بعض الصفقات اللي ابرمها نادي الزمالك 3 أو 4 لعيبه من الدوري المصري، وفي لاعب هيكون من الشمال الافريقي. هنجيب لكم ان شاء الله كل الاسماء كل اللعيبه اللي هتمضي حتى في نادي الزمالك. ولكن انا شايف ان الصفقات حتى الان اللي الزمالك بيفوضها لسه لا تليق طبعا باسم نادي الزمالك اللي تقدر تشد نادي الزمالك الموسم اللي جاي.
بعتذر طبعا لو الصوت عالي، هنا بقول لكم زي ما بقول لكم جنب البحر، وفي قطر كمان بيعدي. بصراحه حتى لما تاخد القطر في كاليفورنيا جنب البحر حاجه جميله جدا جدا. معلش طلعت لكم عن الموضوع، ولكن بقى حاجه حصلت فلازم اقول لكم واشرح لكم الموضوع يعني. فزي ما بقول لك صفقات نادي الزمالك محتاج 4 محترفين اقوياء جدا، وهو ده اللي بيفكر فيه جون ادوارد. بيفكر ان هو لازم يجيبوا 4 صفقات محترفين قويه جدا علشان تقدر تسد الجاب اللي دلوقتي موجود ما بين الزمالك وما بين الاهلي وبيراميدز. لان عارفين دلوقتي السنه دي ان الاهلي هيكون اقوى سكواد موجود في الدوري، وبعديه بيراميدز، يعني مش بمسافه كبيره قوي، ولكن بيراميدز برضو عنده سكواد جامد. انما الزمالك حتى الان لما بكلمكم السكواد بتاعه لا يليق بنادي الزمالك، وما يقربش حتى من بيراميدز وطبعا ونادي الاهلي. فان شاء الله الدوري هيبتدي في تقريبا نص 8 علشان يلحقوا يلعبوا كذا ماتش قبل المعسكر اللي هيعمله منتخب مصر في شهر 9 علشان الاستعداد طبعا لبطولة افريقيا وتصفيات كاس العالم. فهيبتدوا الدوري وبعد كده هيحصل توقف، وان شاء الله يرجع تاني للاستعدادات عشان خاطر منتخب مصر. فدي اخر الاخبار اللي موجودة حاليا في النادي الاهلي. مفيش صفقات تانية الاهلي بيفكر فيها. النادي الاهلي شايف ان ناحيه اليمين فيها محمد هاني وهيجي احمد عيد، في عمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد كمان هيرجع، هيكون اضافه للناحيه اليمين في النادي الاهلي سواء على المستوى الدفاعي او الهجومي. النادي الاهلي شايف ان هو مش محتاج اي حاجه في الهجوم لو وسام ابو علي فضل، هو بس مهاجم مصري يفضل موجود. لو وسام مشي في الحاله دي الاهلي هيجيب محترف اجنبي مكان وسام ابو علي، ولكن ده هيكون في مشكله لان عدد الاجانب، وسام كان متسجل كانه فلسطيني يعني كلاعب مصري، انما لو جبت محترف ده طبعا هياخد مكان جديد. فلازم الاهلي يشوف ملف المحترفين بشكل كبير. الراجل حاليا المدير الفني مقتنع جدا باشرف بن شرقي، مقتنع جدا باليو ديانج، ودي حاجه انا مبسوط منها لانه في الاول ما كانش يعني شايف ان اشرف بن شرقي واليو ديانج يلعبوا اساسيين في النادي الاهلي، ولكن حاليا بعد ما لعبوا اثبتوا للراجل ان هو كان غلط وان كانت رؤيته غلط. اتمنى من الراجل ان يكون اللي حصل ده بسبب انه الفتره اللي مسك فيها النادي الاهلي كانت فتره قليله وفتره بسيطه، لكن الوقت عنده فتره كبيره وفتره اعداد. لازم يحكم على اللعيبه كويس ونشوف عينيه في الحكم على اللعيبه ومين اللي هيبتدي اساسي والتشكيل اللي هيلعب بيه والطريقه اللي هيلعب بيها. لكن انا زي ما بقول لكم هحكم على المدير الفني بعد 3 أو 4 ماتشات ان شاء الله في الدوري العام، وهنجيب لكم اخر التفاصيل ان شاء الله في الحلقه بتاعت بكره. استنونا في حلقه جديده في الكره معاك.